السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله هنسيح مع بعض النهاردة الزبدة، وهنعمل منها أحلى سمنة مرملة وهتقعد معاكي من السنة للسنة، وهتخلي فعلا أكلك مميز وطعمه رائع جدا. وهنطلع منها أجمل مرتة مرملة، وإن شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك، ويلا بينا نشوف الطريقة. النهاردة هسيح معاكم 3 كيلو زبدة صفرا. الزبدة الصفرا اللي هي الزبدة البقري، وبحب استعملها جدا في الحلويات، بتديكي نتيجة جميلة. بالنسبة للزبدة الجاموسي اللي هي الزبدة البيضة، دي بستعملها في الطبخ. اهم حاجة انك انت تشتريها من مكان مضمون علشان تتأكدي ان الزبدة كويسة مش مغشوشة. وممكن تحوشي القشطة بتاعة اللبن وتجمعيها وتشيليها في الفريزر، ولما تبقى معاكي كمية سيحيها واعملي منها برضو السمنة، بتديكي نتيجة حلوة جدا. وهكون محضرة معلقة ملح صغيرة علشان هضيفها للزبدة بعد ما تسيح. هجيب حلة حجمها كبير أكبر من حجم الزبدة علشان لما تيجي تفور ما تقعش من الحلة. وهتكوني موطية النار على الزبدة لغاية ما تسيح. ولو عندك سمنة نباتي وعايزة طعمها يبقى بطعم السمنة البلدي، هاتي كيلو زبدة بلدي وسيحيها وحطيها في قلب السمنة النباتي، وسيحيهم كلهم على البوتاجاز، بتاخد من الريحة وطعم السمنة البلدي. والمرتة كمان بتديها ريحة جميلة جدا، ما بتفرقهاش عن السمنة البلدي خالص. الزبدة خلاص كده ساحت، فاضل جزء صغير بس بسيط. بعد كده هبتدي أضيف لها الملح. الملح بيعتبر مادة حافظة ليها، وبيخليها تقدر تعيش معاكي من السنة للسنة. ضفت شوية ملح صغيرين، معلقة صغيرة على ال3 كيلو، وتقلبيها وتبتدي تعلي النار. بس أهم حاجة تبقي انت واقفة جنب منها عشان ما تفورش منك. أول ما هتبتدي تفور هنبتدي نوطي عليها النار، ونقلبها من كل فترة للتانية. وطول ما لون السمنة من فوق لونها أبيض كده، تعرفي إنها لسه السمنة ما استوتش معاكي. بتستوي لما اللون الأبيض ده يبتدي ينزل لتحت وبيتحول لمرتة، والسمنة تلاقيها بقت باينة فوق الوش. وكل شوية تبتدي تقلبيها. مهم جدا انك انت تقلبيها كل فترة والتانية. شايفين شكلها عامل ازاي دلوقتي؟ السمنة ابتدت تفصل، والمرتة هتبتدي تتجمع وتنزل في الحلة من تحت. والملح هيبتدي يركز مع المرتة تحت في قاع الحلة. لكن الملح مش هيأثر على طعم السمنة خالص، يعني السمنة عادي هتستخدميها في الحلويات، مش هيبان خالص طعم الملح فيها. السمنة زي ما انتوا شايفين فصلت كلها، والمرتة اهي بقت تحت متجمعة. دلوقتي ايدك بقى هتبقى فيها باستمرار في التقليب، علشان المرتة كلها تاخد لون واحد لغاية ما يبقى لونها ذهبي. أول ما يبتدي يبقى لونها ذهبي فاتح، هنطفي عليها النار وهنسيبها تكمل سوا مع سخونية السمنة. وده لون المرتة الذهبي الفاتح اللي أنا عايزاه. هبتدي أطفي النار وهسيبها تبرد. وتاني حاجة تعرفي فيها إن الزبدة كويسة لما تلاقي المرتة بتاعتها مرملة. ده شكل السمنة بعد ما بردت. وزي ما انتوا شايفين المرتة من تحت لونها غمق ازاي مع سخونية السمنة بعد ما طفينا عليها. هبتدي احطها في برطمانات نظيفة. ريحة السمنة فعلا جميلة جدا، والسمنة بستخدمها في عمل الكحك، بيبقى فعلا الكحك مميز، مختلف عن اي طعم كحك تاني. وممكن تحتفظي بالبرطمانات السمنة في التلاجة او تحطيها بره التلاجة، مش هيجرى لها اي حاجة. شايفين شكل المرتة بقى لونها عامل ازاي بعد ما طفيت النار عليها؟ بعد ما كان لونها دهبي فاتح، لونها غمق مع سخونية السمنة. ببتدي افضيها في علبة وبستخدمها في الاكل، بتبقى تحفة جدا. بعمل بيها البيض وبعمل بيها الفول، ولو كلتيها كده بالعيش بس بيبقى طعمها خطير جدا. وهلم المرتة من جناب الحلة، مش هرمي منها اي حاجة. وده شكل السمنة بعد ما خلصت وحطيتها في برطمانات. مش هقفل غطيان البرطمانات الا لما تبرد تماما. بعد كده هقفل الغطا عليها واشيلها اما في التلاجة اما بره التلاجة، مش هيجرى لها اي حاجة. والمرتة حطيتها في علبة صغيرة وهقفلها. يا رب الطريقة تكون عجبتكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك، واشوفكم على خير.